علاش مسألة الخصوصية عند أغلب المغاربة مرتبطة مباشرة بفكرة غادي ندير شي حاجة ماشي هي هذيك. إلا قال لك شي شخص باغي الخصوصية ما كيعنيش راه انت ما كتستاهلش تعرف، ما كيعنيش راه مخبي لك شي حاجة، كيعني أنه باغي يجلس مع راسو، باغي يفكر مع راسو، باغي يشرح لراسو، وباغي ياخذ قرارات بتوافق مع راسو. أغلب العائلات المغربية الخصوصية فيها غير إشاعة، اللي من المفروض توفر لذاك الطفل وتشرح له شنو كتعني بمعايير واضحة كيحددوها الوالدين بطبيعة الحال، حيت بلا خصوصية الإنسان ما عمره غادي يتعامل على طبيعته. الخصوصية ماشي رفاهية، الخصوصية هي المساحة اللي كتفهم فيها راسك باش تعرف شكون انت أصلا. ولكن للأسف حنا كبرنا بواحد المعتقد الخصوصية ديما مايلة لجهة الشك، وهاد الفكرة خلات بزاف ديال الناس مكلفين راسهم ما لا يطيقون. كبرنا وسط بيئة فين عمك خصو يعرف شنو عند باباك، خالتك خصها تعرف شنو عند ماماك، وكبرنا حنا ودينا معنا نفس الفكرة في حياتنا ودرنا لها الابديت، غير بدلنا ماما وبابا بصاحبي وصاحبتي، حتى ولات عادي صاحبك يعرف شحال عندك في البنك، شنو كتملك، وكأن الحياة تحولت لمسابقة مكشوفة. وهنا تذكرت حاجة من الحوايج اللي كانوا كيديروها جدودنا رحمة الله عليهم، كانت عندهم رمز من رموز الخصوصية هي الجلابة، كيدخل التق ديال الدار تحت الجلابة باش ما يدخلش مع جارو في نقاش المقارنات. فين ما كايناش الخصوصية كاينة المقارنة، وفين كاينة المقارنة كاين الضغط، وفين كاين الضغط تما فين كيضيع الانسان بالضبط. وللتذكير فقط، كاين فرق بين الخصوصيه والسريه. السريه كتخبي شي حاجه، اما الخصوصيه كتحمي المساحه ديال النمو ديالك. ماشي كل واحد باغي يكون بوحدو راه كيدير شي حاجه خايبه، بالعكس يمكن راه كيبني راسو. ومن الناحيه النفسيه الانسان الا ما كانش عنده مساحه يفكر فيها بوحدو ما كيقدرش يبني هويه ديالو، كيبقى نسخه من الاخرين. وهنا كتطور الامور، وملي كتضيع الخصوصيه مع الوقت كتضيع معها القيمه، وكيولي الانسان ما كيتقاسش بشكون هو ولكن بشحال عنده. وهنا كيوقع تشوه فكري كبير. قراراتك ما كتبقاش ديالك، كتولي مبنيه على نظره الناس، مقارنه الناس، توقعات الناس، حتى كتفيق في واحد اللحظه وكتلقى راسك كتعيش حياه ماشي ديالك. والحل ماشي تقطع علاقتك مع الناس، ولكن ترجع تبني حدود، تعرف شنو تشارك وشنو تخليه لك بوحدك وسطر عليها بالحمر. حيت العلاقات الصحيه ما كتبناش على بشكون انت ولا شحال عندك، كتبنى على احترام المسافه. راه الانسان ما كيضيعش حيت ما عندوش طريق، كيضيع حيت ما عندوش مساحه يسول فيها راسو فين غادي. والا بقات حياتك مكشوفه لكل شيء غادي تعرف كل شيء على اللي بغيتي، ولكن راه عمرك غادي تعرف راسك. داكشي علاش بداها بدخل سوق راسك انت الاول باش يلاه تبدا تعرف راسك شكون انت. والسلام عليكم.